مش كل التوتر مؤذي. التوتر 3 أنواع: إيجابي ومحتمل وتوكسيك. التوتر الإيجابي إن أنا عندي امتحان بكرة ولازم أذاكر كويس النهاردة عشان بكرة وأنا في الامتحان أحل كويس. ده توتر إيجابي بيديني دفعة عشان أتحرك أحسن. التوتر المحتمل زي مثلا موت أحد الأحبة، في حد مات وأنا قلبي اتكسر وزعلان فباخد وقتي وبعد كده بطلع من الصدمة دي. طلاق الأبوين مثلا، الأبوين اتطلقوا ودي حاجة وحشة بتعمل صدمة، بس لو الأبوين متفاهمين وبينهم جسر تواصل كويس مش هيعملوا أزمة في حياة الولد أو حياة البنت. دي كمان من الصدمات المحتملة. أما التوكسيك اللي طبعا احنا كلنا عارفينها، دي الغير محتملة المؤذية السامة. لازم نعرف نوع التوتر اللي عندنا ونتعامل على أساسه علشان ما يبقاش حاجة بسيطة وإحنا نضخمها. في ناس بتتعامل إيه ده، مش قادرة، مش فاهمة، مش عارفة. خليك قوي كده ودوس في الحياة، ضع بصمتك ولا تبالي.